أنا رجعت البيت أمي فتحت لي الباب وكان يوم طويل برضو، قعدنا كذا ساعة ورجعت وكان فركش وانهارت وعيطت في حضنها. كان انتي مشهد قلتي مهم أوي. جملة دلوقتي علقت معايا قوي، انك تحطي نفسك مكانها عشان تبقي زينة. لازم تطلعي انتي من ياسمينة خالص وتبقي زينة 100% وتعيشي ألمها ومشاكلها، وهي في يعني دي مش عندها تروما، دي عندها حاجة، ده ليفل أعلى من التروما يعني بشوية. مستقبلها هيضيع. يعني هي كنتي بتروحي ازاي تفصلي بعد كده؟ لانك برضو مهما كان انت سنك صغير، بيتهيألي لسه صعبة بالنسبة لك انك تفصلي نفسيا من طبعا كاركتر زي ده. أنا حسيت بعد الفركش يعني، واكتشفت ان دي طريقتي عامة. يعني في التصوير ببقى تمام، لما برجع البيت بفصل تماما، او على الاقل بفتكر اني فصل. تمام. بس انا فاكره اخر يوم خالص انا رجعت البيت امي فتحت لي الباب وكان يوم طويل برضو، قعدنا كذا ساعه ورجعت وكان فركش وانهارت وعيطت في حضنها. يعني حسيت بقى، يعني ما كنتش متخيله قد ايه الموضوع كان يعني حاسه بالضغط. واول ما خلصت حسيت ان انا بجد لا، يعني في حمل كده في اتشال. حمل خالص، يعني اتشال تماما. واكتشفت ده بعدين يعني، وانا برجع البيت ولسه يعني على مدار التصوير وفي النص وفي عز التصوير كله كنت تمام جدا. بس في الاخر لا، خد وقته لغايه النهارده.